مساء الخير اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بناء على طلباتكم في الفيديو اللي فات بتاع فنادق المتوسطه وحلوه في الغردقه، جبت لكم برضو زي ما انتم طلبتوا بالظبط فنادق متوسطه باسعار حلوه على قد الايد بس في شرم الشيخ. مميزات كل فندق بحرها اذا كان رملي، صخري، كبير، صغير، مناسب للعائله، مش مناسب لمين في العيله. كل الطلبات اللي انتم عايزينها هتلاقوها معايا، وهقول لكم كل حاجه بالامانه بتفاصيل كل فندق من مميزات وعيوب. والاسعار طبعا زي ما احنا متعودين، هتقول لي التاريخ والوقت وعددكم والتفاصيل في اي كومنتس، وانا هرد عليك بسعر الفتره دي للغرفه الدبل في الليله تكون عامله كام. لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تنزل دلوقتي اشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. اول فندق بقى معانا فهو فندق ايلاند فيو. فندق ايلاند فيو 5 نجوم صف اول على البحر. في بقى ايه بقى المميزات وعيوب الفندق دوت؟ اول حاجه موقعه مميز، هو خليج القرش. تاني حاجه الغرف بتاعته حلوه زي ما احنا شايفين كده، غرف نظيفه فيها اي حاجه احنا عايزينها من اي فندق في الدنيا. ان الغرف بتاعته كويسه، المراتب كويسه، في شاشات، في طبعا ثلاجه، في خزنه، في طبعا مشروبات ان احنا نشرب جوه، بيغير لنا الميه كل يوم، والشاي والسكر والحاجات دي بيبقى فيه كاتل. التويلت بتاعه نظيف، النظافه شغاله كل يوم. فالروم سيرفيس برده جميل جدا، والغرف حلوه قوي. تاني ميزه معانا في الفندق دوت هي المساحات الخضراء الكبيره. هو فندق واسع وحلو، فيه مساحات خضراء كتير، وفي حمامات سباحه كتير جدا. هنقدر ناخد فيوهات حلوه نستمتع بيها، مش هنحس بضغط ولا بزحمه في الفندق بسبب كتر حمامات السباحه اللي فيه. في كمان اكوا بارك، هو مش كبيره قوي بس حلوه كويسه، لعبتين حلوين هنقدر نستمتع بيهم اذا كنا كبار ولا اطفال. كل افراد العيله تستمتع بيهم جدا. في كمان كيدز اريا، كيدز كلاب كده صغيره بيعملوا فيها رسومات كده للوش للاطفال، تسيب اطفالك يلعبوا في الكيدز اريا. في تنس، في بلياردو، في حاجات كتير قوي موجوده في الكيدز اريا ديت. في كمان في الفندق الجيم، لو انت حد رياضي وبتحب تلعب رياضه فانت عندك جيم كويس، في العاب كتير قوي حلوه ومكيف طبعا وجميله، هتقدر تستمتع بالجيم بتاعهم. مميز كمان بقى ان هو مبهج قوي، الدي جي شغال في كل حته، الاغاني هنسمعها على طول. في بار حلو كده تحس ان هو على شكل كهف. البار ده جميل، بيقدم مشروبات على مدار النهار كله في البسين، غير طبعا البار الرئيسي شغال على طول، غير طبعا البار اللي على البحر. البحر بتاعه بقى دي مش من المميزات اللي فيه بقى، ان البحر بتاعه مش رملي، يعني مش هنعرف ننزل ونستمتع ونقعد نلعب على الرمل زي فنادق كتير مثلا بنتكلم عنها. لكن البحر بتاعه للاسف صخري. في مارينا حلوه بتقدر تمشي عليها وتنزل جوه السنوركلينج وتعمل بقى غطس وكده لو انت بتعوم حلو، او تلبس لايف جاكيت وتنزل. الفندق كمان مش مناسب لكبار السن عشان خاطر البحر بتاعهم مش اللي هو اتمشى خطوتين طلعت على البيتش وبقعد استمتع بالبحر، لا البحر بتاعهم فيه سلالم كده بنقعد ننزلها زي ما احنا شايفين كده في الفيديو والصور اللي معانا دي، ان احنا بننزل ونمشي خطوات كتير. فانت لو معانا حد ذو احتياجات، معانا حد كبير في السن، فالموضوع هيبقى متعب ومهلك جدا ليه ان هو كل شويه يحب يروح على البحر، او من الاخر مش هيروح البحر وهيقضيها بره. من برضو الحاجات اللي مش كويسه قوي في الفندق ان الاكل بتاعه مش واو، مش اجمد حاجه، يعني تيست الاكل متوسط، نقدر نقول متوسط. تنوع الاكل برضو مش تنوع واو، تنوع متوسط. ميزه كمان من مميزات الفندق ده ان هو جنب الخروجات، انت هتقدر تخرج وتتفسح، بيعمل حفلات ليليه جميله جدا، بيبقى فيها اكتيفيتيز كتير. فالفندق دوت كمجمل وكسعره ان هو في الفئه السعر المتوسطه الحلوه دي، فهو كويس جدا. هي بس كل عيوبه زي ما ذكرتها ان هو مش هينفع لكبار السن عشان موضوع السلالم والنزول للبحر، وكمان مش هينفع اللي هو الناس اللي بتحب بقى ان هي تاكل اكل جامد قوي وتست الاكل يبقى عالي قوي، فهو جوده الاكل عالي مش عاليه قوي والاكل فيه متوسط. تاني بقى فندق معانا فهو فندق ريحانه ريزورت شرم الشيخ. فندق ريحانه دوت فندق 4 نجوم صف تاني، في اكوا بار، في حاجات طبعا حلوه وحاجات وحشه. يلا بينا نخش على الفندق. الريسبشن بتاعه حلو ومكيف، الواي فاي مش بيشتغل على طول بس في الغالب بيشتغل بالليل في السهره والقعده بتاعت العيله. لو اتجمعنا في الريسبشن هنلاقي الواي فاي شغال وحلو جدا، لكن على فترات النهار ساعات بيفصل الواي فاي شويه. الغرف بتاعته حلوه ونظيفه، السراير حلوه، المراتب حلوه زي اي فندق، التليفونات في شاشه، في خزنه، في ثلاجه، المراتب نظيفه، حمامات نظيفه. كمجمل حلو، تحس ان غرف 5 نجوم مش 4 نجوم. ثالث حاجه من مميزات الفندق دوت فهو البارات. في بارات كتير جدا، حوالي 6 بارات او 5 بارات في الفندق، شغالين طبعا كلهم بكفاءه عاليه، بيدوك كل اللي نفسك فيه. رابع بقى ميزه معانا من الفندق دوت فهي المطاعم. في مطاعم كتير قوي مختلفه، تست الاكل عنده حلو، الاكل حلو جدا عندهم، وفي مطاعم مختلفه كتير، مش هتحس بزحمه، بروقان، وهتقعد تستجم وهتاكل كل اللي نفسك فيه من الاكل موجود، اذا كان اكل ومشويات وحلويات وفواكه ومشروبات سخن وبارد، كل اللي نفسك فيه هتلاقيه في المطاعم بتاعتهم. في بقى حمامات سباحه كتير، مساحات خضراء كتير، هتقدر تستمتع تتصور فيه وتاخد فيه فيديوهات حلوه وصور حلوه وسيشن حلو. فانت حمامات سباحه كتيره، اكوا بارك بتاعته كويسه كمحندقه بس كويسه. البحر بتاعه رملي على صخري وميه حلوه ونضيفه جدا، بس من عيوبه ان هو صف تاني وبيبقى فيه نفق كده بننزله وبعدين ناخد شاطئ باص كده عشان يودينا البحر، دي من عيوب الفندق. البحر بتاعه رملي على صخري،
يعني مش رمل قوي ولا صخر قوي. في سنوركلينج برضو لو انت غوايه الغطس والحاجات ديت فهي موجوده فيه. الحفلات بتاعته كويسه جدا، لكن من العيوب اللي احنا قلنا عليها ان هو صف تاني وبعيد شويه عن البحر. تالت فندق معانا بقى فهو نعمة باي او تروبيتال، سابقا هو كان اسمه تروبيتال. الفندق دوت من الفنادق الحلوه قوي، هو صف تاني خليج نعمه، يعني في قلب الخروجات، الاقامه فيه اول انكلوزيف كامله. الفندق دوت الريسبشن بتاعه حلو، الاستقبال بتاعه حلو، في مطاعم كتير مختلفه، تست الاكل فيه حلو جدا، ما حدش معايا اشتكى من الاكل فيه قبل كده، بيقولوا ان الاكل فيه حلو قوي ومتنوع وبيعملوا حاجات مختلفه في الفطار والغداء والعشاء. الفطار والعشاء شكروا فيه قوي، الغداء يعني بيقولوا ان فيه اصناف بتبقى قليله بس برده حلو، يعني كتست الاكل حلو. الغرف بقى بتاعته حلوه، هتحس ان انت في غرف 5 نجوم، المراتب الحلوه، الملايات النظيفه، الشاشات حلوه جديده، كل حاجه في الاوضه جديده، بيحطوا لك كل استخداماتك، شامبو، شاور، التويليت نظيف، تيشوز، الفوط بتتغير اول باول، بيحطوا لك ميه، شاي، قهوه، طبعا الكاتل موجود بتاعك، دولاب حلو وفي خزنه، في ثلاجه كبيره حلوه، كل اللي انت عايزه في الغرفه موجود. موقعه مميز جدا، فهو في خليج نعمه جنب الخروجات والفسح كلها والممشى والحاجات الحلوه دي كلها. من المميزات بتاعته بقى فهو البحر بتاعه جميل جدا، الشاطئ بتاعه رملي، من طبعا نادر نشوف في شرم الشيخ شاطئ رملي، فالشاطئ حلو، تقدر تقعد على الرمله وتخش، يبقى فيه طول كده ليك حلو ان انت تستمتع في البحر الرملي بتاعه دوت. وتقدر كمان لو انت من هواة السنوركلينج تخش جوه وتنزل وتعمل الغطس اللي انت نفسك فيه وتتفرج على الشعاب المرجانيه، وهتشوف حاجات حلوه قوي طبعا من اللي قلبك يحبها في شرم الشيخ، فهي مميزه جدا في الحاجات دي. طبعا بيتميز كمان بقى ان هو حمامات سباحه كتيره متنوعه، اشغال اجنبي عالي، في اكوا بارك، بيعمل حفلات كل يوم ليليه، فندق حلو جدا. انا شايفه من الفنادق المميزه، خصوصا ان اسعاره حلوه جدا مقابل القيمه اللي انت هتاخدها. يعني انت هتروح الفندق ده هتحس ان انت بتاخد قيمه اكتر من السعر اللي انت دفعته فيه، فعشان كده انا برشح الفندق دوت من الفنادق في الفئه السعريه المتوسطه، ولا هو غالي قوي ولا هو برده رخيص، وفعلا قيمته مقابل سعر. رابع بقى فندق معانا فهو هوليود بالما دي شارم. هوليود بالما دي شارم مشهور بقى بان هو فندق فكاهي كده وحسه جميل قوي. اول حاجه فيه ان هو مميز ان هو بيبقى فيه حديقه ديناصورات، بيبقى فيه حديقه ديناصورات متحركه، بيبقى فيه حيوانات كتير قوي مجسمه كده هم عاملينها، تقدروا تتصوروا عندها وتاخدوا عندها صور جميله جدا. مساحات خضراء كتير، حمامات سباحه كتير، كمان في اكوا بارك، فانت من هواة اكوا بارك موجود، حمامات سباحه موجود، الاطفال هيحبوه جدا. بالليل بيعملوا فيه اللي هو النافوره الراقصه، حفلات مميزه قوي عندهم غير الحفلات العاديه، بيجيبوا فقرات مختلفه، فريق الانيميشن عندهم ممتاز بيعمل حاجات حلوه قوي، تحس ان انت رحت هوليود فعلا. هو عندهم بالليل حاجات مختلفه، في كافيهات، قعدات مع النافوره مع الديناصورات والاضاءات والحاجات الحلوه دي، فانت بتستمتع، مش محتاج ان انت تخرج من الفندق وتروح تخرج، مع ان الخروجات برده قريبه منك، هو برده في خليج نعمه والحته دي جميله جدا، يعتبر في قلب وسط البلد، يعني الخروجات كلها جنبك، بس هو خروجه اصلا لوحدها، هو خروجه ان انت هتروح تستمتع فيه جدا. ده بلس كمان ان هو اول انكلوزيف، المطاعم بتاعته جامده جدا، وتست الاكل فيه حلو، كمان في على البحر بتاعه رملي وجميل جدا، غير ان فيه سينما، كل حاجه انت عايزها في الفندق دوت. وسعره يا جماعه بامانه سعره خرافي، يعني السعر دوت في الفنادق بنروح بيها في الغردقه، بنروح فيها فنادق رديئه جدا، فان هو ان تروح شرم الشيخ تستمتع ببحره وشط جميل والمطاعم والديناصورات والحاجات الترفيهيه والحفلات والنافوره الراقصه والغرف بتاعته كويسه واكله كويس، كل ده بالسعر ده، فدي حاجه مميزه جدا. اللي ما راحش شرم وعايز يروح حاجه على قد الايد، فالفندق ده انا ارشحه لكم بقوه على قد الايد، وسعره على قده، هو فعلا كويس. مش خامس فندق معانا بقى برشحه لكم فهو امارينا ستار. امارينا ستار بيتميز بان هو تبع مجموعه امارينا، طبعا احنا عارفين امارينا اللي في الغردقه، مارينا بوسوما ومارينا سان اكوا بارك وحاجات كتير كده تبع مجموعه امارينا، فهي اداره محترفه جدا بتتعامل حلو قوي. اول حاجه هناخدها هو التعامل الحلو والبشوش والجميل من الستاف اللي موجود هناك. تاني حاجه الريسبشن حلو والقعدات حلوه. هو فندق 3 نجوم صغير شويه في خليج نبأ، بس سعره برده كويس بالنسبه لقيمته. الاكل بتاعه كويس، في حمامات سباحه، هنلاقي فيه اكوا بارك، هنلاقي فيه كيدز اريا، البحر بتاعه حلو، هو صف اول على البحر، فان هو برده يكون بالسعر ده صف اول على البحر وفيه حمامات سباحه واكوا بارك بسيطه كده حلوه، كل المميزات دي وتبع مجموعه امارينا وبالسعر ده، فدي حاجه كويسه قوي. في مارينا ستار من الحاجات برده الكويسه اللي انت ممكن تروح على قد الايد وهتاخد قيمه حلوه مقابل السعر. بكده انا خلصت 5 فنادق اللي قلت لكم عليهم، معايا كمان فندقين، فندق امواج عيون شرم وفندق امارينا سان اكوا بارك. الفندقين دولت من فنادق برده اللي فئات متوسطه، انا مش هتكلم بس عنهم بتفاصيل عشان ما اطولش الفيديو عليكم، بس انت لو دوست على علامه الاي فوق هتلاقي فيديو دلوقتي هيطلع لك، هتلاقي فيه برده فنادق فئه متوسطه في شرم الشيخ، من ضمنهم امواج عيون وامارينا سان اكوا بارك. الفندقين دولت اشتغلت عليهم السنه اللي فاتت، كان اول مره اشتغل عليهم، انا للامانه ما رحتهمش، بس كل الناس اللي راحوهم اتبسطوا فيهم جدا، خصوصا امواج عيون اللي راحوا السنه اللي فاتت عايز يروحوا تاني السنه دي، بيشكروا فيهم جدا، ما حدش اشتكى من اي حاجه في الفندقين، ولا اكل ولا بحر ولا اكوا بارك
ولا معامله ولا اي حاجه. فندقين يعتبر من الفنادق اللي انا خلاص بقيت اثق فيها وارشحها لاي حد في شرم الشيخ بقوه من غير ما تجيب اي مشاكل. لو انت عايز تحجز طبعا معانا هتلاقي ارقام واتساب ظهرت قدامك دلوقتي، طبعا تبعت لنا على الواتساب تقول لنا انتوا عددكم كام، تاريخ السفر، او برضه يا جماعه اللي هيكتب في الكومنتس لازم يكتب لي الطلبات دي عشان ما تقوليش فندق كذا بكام دي. فهو في فترات مختلفه، شهور مختلفه، كل شهر بقى فيه، يعني شهر 6 لوحده فيه 3 اسعار، اول 6 وفي العيد وبعد العيد. فانت يا جماعه ارجوكم لما يجي حد يبعت لي يقول لي انا عايز اسافر في تاريخ كذا وعددنا كذا وعدد الاطفال واعمارهم كذا. وكمان الاطفال يا جماعه معظم الفنادق سياسه الاطفال فيها واحد تحت 12 وواحد تحت 6. ما تبعتليش طفل تقول لي 13 سنه و14 سنه وطفل، لا فوق 12 سنه بيوم خلاص ده كده بقى فرد. 12 سنه اصلا بقى فرد، هو 12 سنه الا يوم ده اللي لسه بيعتبروه طفل. طبعا لو انت هتروح ويكون 12 سنه الا يوم، لكن اول ما وصل 12 سنه ده خلاص يا جماعه كده بنعتبره فرد. فانت بعد اذنك هتبعت لي التاريخ وعددكم وعدد الاطفال واعمارهم، هقدر اقول لك الفندق اللي انت طالبه سعره كام في الوقت وطبعا اي حاجه انتوا عايزوها، اي استفسارات، اي فيديوهات عايزين نعملها الفتره اللي جايه، عايزين حاجات اعلى، عايزين حاجات متوسطه تاني في الغردقه او في شرم او في مرسى علم، انا تحت امركم. ولو عايزين حاجات اعلى قولوا لي، بس ارجوكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان هو ده دعمكم لينا عشان نستمر ونقدر نديكم دايما كل اللي نفسكم فيه. وشكرا للمتابعه، سلام.